نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ بواحدة كلها شمال ما فيهاش حاجة يمين، وكانت بتتكلم مع واحد في التليفون عشان يعني تقابله وتشوف شغلها، وبتستغرب من المكان اللي المفروض يقابلها فيه، وبيقول لها تستنى شوية وهو جاي في السكة، والمكان كان هو كده ومفيهوش أي حد خالص، وبتشوف بوكس هدايا عليه اسمها، ولما بتفتحه بتلاقي كارت فيه كلمة سانكيس يا غالية، فبتخاف وبتقرر انها تمشي، لكن فجأة بتلاقي نفسها بتدخ وبتقع، وبعدها بنشوف رجل شخص بتقرب عليها، وطبعا المخرج مش هيقول لنا ايه اللي حصل. وبعد كام يوم بنشوف كي ولاري وهما في حفلة، وما بطلوش نم وتريقة على الموجودين، وما كانوش مصدقين ان في حد ممكن يكون غني قوي كده زي صاحب القصر اللي هما فيه، وفضلوا يحسدوا في الراجل وفي ضيوفه. لاري قال لها يا ريتها جت على القصر، بس ده الجبل كله بتاعه، وبيعرفها ان صاحب القصر مسافر بكره، وصاحب القصر بقى يا عزيزي بيكون الدكتور بيرس، وكان واقف بيحكي على مغامراته، وبيجي صحفي وبيسلم عليه وبيقول له مش المكان ده كان مختبر نووي قبل كده؟ سكت شويه وقال له كان بقى ده فعل ماضي، دلوقتي بقى المكان اللي بحب استقنيس فيه. فبيطلع مجله كاتب فيها عنه، وبتيجي حبيبته وبتقول له انها حبت المجله جدا، وكان واضح ان الصحفي يعني ما بيبلعش بيرس خالص. ولما بيرس شاف الصوره اللي على المجله قال له مش دي الصوره اللي انا بعتها لك؟ قال له حصل، بس انا حسيت ان دي احسن شويه، شكلك جريء قوي فيها. فبيتضايق بيرس وبيسلم عليه من تحت الدرس، وبتيجي كي في الوقت ده وبتقدم لهم الحلويات، فبتلاحظ حبيبة بيرس ان سلسلتها مش مظبوطة وبتعدلها، وبعدها بتنزل تلف في القصر، وكانت مذهولة من منظر القصر وديكوراته، وبتروح تقابل لاري بره القصر، وبيقول لها انه هيتجنن، ازاي قصر فخم قوي كده مفهوش كاميرات، مفيش غير واحدة بس على جرس الباب من بره. قالت له ما انت بتقول ان الجبل كله بتاعه، يعني اكيد مش هيحتاج كاميرات في بيته. قال لها ما دي حاجة حلوة، احنا كل اللي عايزينه اننا نستخبى في اي حتة لحد ما الليلة دي تعدي، وبعدها هتبقى كل حاجة بتاعتنا. وكانوا ناويين يسرقوا القصر، وبعد الحفلة ما خلصت بياخدوا شنطهم وبيخبوها في القصر، ولاري بيعمل نفسه انه ماشي، وبعدها بيقف يستنى كي برا القصر، وبيقول لها انه سجل خروجهم ومارسا شافته وهو خارج، يعني كل حاجة تمام وقشطة صباح الفل. وبيدخلوا في أوضة يستخبوا فيها برا القصر، وبعد شوية بيلاقوا الدنيا هديت وبيعرفوا انهم ناموا، وبيدخلوا القصر عشان يستخبوا جوه، بس لاري ما كانش قادر يسيطر على عصافير بطنه، وبياخد اكل من التلاجة وبيتسحبوا على الأوضة في الجناح الاحتياطي. واول ما لاري بيشوف السرير الواد بيحول، وبيقول لها الناس دي بتجيب الفلوس دي منين؟ فبتقول له قوم وانجز بسرعة قبل ما حد يصحى. واخيرا بيوصلوا لمكان امان يقدروا يناموا فيه. وتاني يوم الصبح بتنزل كي تتسحب على تحت، وبتشوف بيرسي وحبيبته واقفين يحبوا في بعض، وبتفضل مراقباهم لحد ما بتشوفهم خارجين، وبعدها الابتسامة بتملى وشها، وبتجري على الحمام تروق على نفسها، وبعدها بتطلع تشغل أغاني وبتعمل قهوة، وكانت عايشة حياتها يعني كأنها في بيت أبوها. وبس يا عزيزي بيقضوا اليوم بالطول وبالعرض، رقص بقى وشرب ونزول بسين وكل حاجة وآخر مردخانة. وبيقول لها لاري اللي زي الدكتور ده ما بيتعبش زينا، يعني أكيد ما بيصدعش، ضغطه ما بيعلاش، ما بيجيلوش التهابات جيوب أنفية زينا، ما بيتعبش يعني. قالت له عشان يعني دكتور في مجال الأدوية؟ قال لها لا، العيشة اللي هو عايشها دي بتريح كل حاجة قوي، يعني لو عندك شوية صداع ادخل اتمشي بس في القصر هيروح في ثانية إلا ثانية. متهيألي كده اللي زيه كده بيبقى عمرهم طويل شوية. بس كي بتتضايق لما بيجيلها رسالة من أبوها، وكان واضح كده ان العلاقة ما بينهم مش احسن حاجة، لا دي ما كانتش نافعة اساسا. المهم بتقعد مع نفسها تسمع فويزات لابوها، وكان بيقول لها تديله فرصة تسمعه، وانهم هما الاتنين قالوا كلام مش حلو وهما متعصبين، يعني مش هو لوحده اللي غلطان. بس بتسمع صوت في القصر، وبتلاقي الاسانسير طالع، وبتترعب وبتقوم تشوف الحكاية، بس بتلاقيه المنيل لاري، وكان واخد عدة الصيد في الشنطة وبيقول لها انه رايح يصطاد. فبتقول له هو انت فاكر نفسك في بيت بابا وماما بجد؟ يا ابني انت هتودينا في داهية كده، احنا هنعيش لنا يومين كده في السكرتة وخلاص. قال لها وحياة خالتك سيبيني اعيش اللحظة دي، انا نفسي اروح اصطاد كده زي الناس الاغنياء دول كمان ما بيجيبوش شخرم كده والسمك الصغير، لا اقل سمكة بلاميطة. وبيقول لها انه معاه مفتاح عربية من عربيات بيرس، وبيقول لها انه هيغيب يومين. وبيمشي لاري وهي بتقعد حزينة مع نفسها، وبتشغل اليسا وبتقعد تسمعها طول الليل. وبعد حبة حلوين بتشوف ضوء في الأوضة، فبتجري بسرعة ترتب السرير زي ما كان، وبتنزل بسرعة تشوف مين، والكارثة بتسمع صوت بيرسي داخل القصر، وكان مع الصحفي،
وكانوا بيتكلموا عن اختراع بيرسي عمله جديد وكان عبارة عن دواء. فبيقطع بيرسي كلام الصحفي وبيقول له هجيب لك حاجة تشربها. وكل ده وكي كانت ورا الكنبة مستخبية زي الفيران. وبيكمل الصحفي أسئلته لبيرس وبيقول له إن الدواء اللي أنت عملته ده للأورام صح؟ بس بيرسي ما بيردش على أسئلته. وبيكلموا عن المشروب الغالي اللي هيشربه له وبيقول له إنه أغلى من مرتبه كله. وأول ما بيشرب الصحفي من الكاس بيرسي بيقول له أنا ما بحبش حد يضيع لي وقتي. وبيسأله ليه اخترت تحط الصورة دي على غلاف المجلة؟ ولسه بيقول له أنا قلت دي أحلى. قال له هو أنت فاكر رأيك هيبقى أهم من رأيي؟ وبيقول له 238 ألف دولار ده الربح بتاعي في الساعة الواحدة، وأنا اديتك من وقتي 5 ساعات لما كنا بنتناقش في صور الغلاف عشان انت تيجي في الآخر تضيع كل الوقت ده وتختار صورة على مزاجك. بس الصحفي ما كانش قادر يتكلم وكان حاسس بدوخة وبيقع على الأرض. وبيقول له بيرسي إنه حط له مخدر وإنه هو ده اختراعه الجديد اللي شغال عليه، وإنه عبارة عن لزقة صغيرة كده بمجرد ما الشخص يلمسها مفعولها بيشتغل على طول. وبيتصل بحبيبته وبيقول لها إن عنده شغل وبيطلب منها تتأخر شوية. وكل ده وكانت كي سامعاه. والصحفي بيشوف كي بس طبعا ما كانش قادر يتكلم. وبيرسي بيسحب الصحفي على جوه وبتقوم بسرعة كي عشان تهرب، بس السلسلة بتقع منها ومن خوفها بتوقع الكاس بس بتلحقه قبل ما يتكسر. وبتجري بسرعة عشان تاخد شنطتها وتخلع. ولما جربت تتصل على لاري بتلاقي تليفونه مقفول. الله يخرب بيتك ده وقته. وبيرسي بيرجع تاني للمكان وبيلاحظ ان المشروب مدلوق على الارض وعلى طول بيشك ان في حد في القصر. ولما بيدور في المكان بيشوف السلسلة بتاعت كي وطبعا هو اخد باله منها في الحفلة. في الوقت ده كي بتتصل بسرعة وبتبلغ بس ما بتلحقش تقول على مكانها لان بيرسي بيقفل عليها الشبكة وكمان بيقفل كل مخارج القصر. وبتسمعه كي وهو بيتكلم في السبيكر العمومي وبيقول لها انت دخلت بيتي بطريقة غير قانونية، وبيعرفها انها مش هتعرف تطلع من القصر عشان قفل كل المخارج، ولو جبت سكة معايا وطلعت من غير تعب ولف ودوران هسيبك تمشي بالذوق. وفعلا كي ما كانتش عارفة تفتح أي باب ولا حتى شباك وبتجرب كل حاجة بس برضه مفيش فايدة. وبيفضل بيرسي يدور عليها في كل مكان وكان خلاص هيقفشها بس بترمي لعبة بسرعة بعيد شوية وفعلا بيبعد عنها وهي بتحاول إنها تفتح الباب بس كله كان على الفاضي. وفجأة بتلاقي بيرسي قدامها بره القصر فبتترعب وبتدخل تستخبى. وبعد شوية بتسمع صوت موسيقى عالية وبنشوف المطرطش بيرس عمال يرقص مع نفسه ولا كأنه في فرح بنت أخته. وبعد ما رقص حبتين أخد سلاحه وفضل يدور على كي وهي كانت هتموت من الرعب. بس بيلاحظ بيرسي كوبايتين قهوة وبيعرف إنها مش لوحدها في القصر. وكي ما كانتش عايزة تهمت وقدرت تخرج من فتحة التكييف وبتطلع منها على السطح بس ما كانتش عارفة تعمل إيه وما بتلاقيش أي حل خالص غير إنها تنط في البسين. والمعلم بيرسي بيعرف وبيطلع وراها لكن هي بتكتم نفسها تحت المية وهو بيكون عارف وعمل عبيط وبيعمل نفسه إنه مشي. وأول ما بتطلع بيروح لها وبياخد منها الشنطة بتاعتها وبيسألها بتعمل ايه هنا. فبتعتذر له وبتقول له أبوس إيدك سيبني أمشي. قال لها طب كنت بتعملي ايه هنا؟ قالت له إنها ما كانتش عندها مكان تاني تروحه عشان كده استخبت في بيته. ولسه هيضربها بيلاقي الإنذار اشتغل وبيعرف إن الشرطة على الباب فبيقفل حمام السباحة عليها وبيطلع هو للشرطة وبيقولوا له إن جالهم بلاغ من بيته فبيقول لهم إنه لوحده في البيت وإن حتى حبيبته لسه ما جاتش. فبيدخل الضابط وبيفتش البيت كله. في الوقت ده كي كانت خلاص تعبت فبتقرر تروح ناحية الإنذار وتحاول إنها تكسره. وفعلا بعد محاولات كتير قدرت تكسره وتخرج بس الضابط كان خلاص اتأكد إن مفيش حد في البيت وبيعتذر لبيرس وبيسيبه وبيمشي. وبتجري كي بسرعة وبتفضل تنده عليه لكن للأسف كانت المسافة عالية وما كانش سامعها. وبيرس ده كان عنده روقان بال يعني فوق الفظيع الصراحة وكان مشغل موسيقته المفضلة وبيفتش في شنطة كي وبيشوف بطاقتها وبيعرف اسمها وبيسرش عنها وبيعرف ان امها مريضة بالسرطان. اما كي كانت لسه بتحاول تخرج من القصر بس برضه ما كانتش عارفة. ولما دخلت الجراج لقت عربية من عربيات بيرس فبتفتحها عشان تدور على المفتاح لكن الانذار بيشتغل وبيرسي بيسمعه فبياخد بعضه وسلاحه وانذر على الجراج. بس كانت كي نزلت من العربية ولقت المفتاح في درج من الأدراج الموجودة دي وبتسمع صوت بيرسي وهو بينده عليها فبتنزل تستخبى بسرعة تحت العربية وبيقول لها ان استحالة تقدر تخرج من البيت ده الا بمزاجه وكمان بيعرفها انه عرف عنها كل حاجة وبيفضل يكلمها عن مرض السرطان. بس هي كانت ذكية جدا وبتقدر تفتح باب الجراج بالمفتاح اللي معاها. وبيرسي بيستغرب وبيطلع يشوفها بره وهي بتطلع بسرعة وبتدخل الأسانسير
بس بتتصدم لما بتلاقي الصحفي متكتف. ولما سألته انت كويس ولا حالتك ايه انت، ما كانش قادر يرد، وكل اللي عليه انه بينفخ في مناخيره. وبسرعة كي بتطلع بالاسانسير وما كانتش عارفة منين بيودي على فين، وبتلاقي مكان غريب كده شبه المستشفى. وفجأة باب الاسانسير بيتقفل وما بتلحقهوش، وبتضطر انها تدخل المكان الغريب ده، وبتلاقي فيه سراير واجهزة طبية، وكمان بتشوف اللزقة المخدرة، وبتدخل مكان فيه جثث كتير، وبتعرف ان المنيل بيرس بيعمل تجارب على الناس. وكمان بتشوف لورا بتاعت اول الفيلم، لكن كانت خاسة ومتغيرة خالص، وحرفيا ما كانتش نافعة بجنيه. وكمان بتشوف ناس تانية متعلقة، فبتطلع تليفونها وبتفضل تصور فيهم. بس بيرس بيجيله انذار ان باب المختبر اتفتح. في نفس الوقت كي بتتخض لما لورا بتتحرك، والتليفون بيقع منها وبيدخل اوضه لورا، ولما حاولت تجيبه ما عرفتش. واول ما لورا اتعصبت عليها اترعبت وسابت التليفون وكل حاجه وانذرنا على طول. بس بتلاقي بيرس في وشها، فبتدي واحده مرشدير وبترجع لورا، وبيفضل بيرس ماشي وراها وبيقول لها انا اسف لمرض مامتك، بس اللي انت شايفاه ده كله بسبب المرض ده. انا بحاول اشوف علاج للمرض ده، يعني انا بحاول اساعد الناس اللي زي مامتك كده. تخيلي بقى انا عايز اعمل ايه. بس غصب عنها بتعمل صوت وبيقدر يمسكها، بس بتقدر تضربه وبتطلع تجري، وبتروح بسرعة على الأسانسير وبتطلع الصحفي منه، وبعدها بتنزل على الجراج. بس بتلاقي حبيبته رجعت البيت، فبتقول لها الحقيني بسرعة. حبيبته قالت لها وانت تطلعي مين انتي؟ هو قال لي مرجعش البيت دلوقتي عشانك انت الشغل اللي كان وراه. فبتقول لها بلعي ريقك يا ست انت واسمعيني، احنا لازم نهرب من هنا حالا. ولما شافت الدم على ايديها اتخضت وطلعت سلاحها، وبتدخلها البيت تاني معاها غصب عنها، وبتفضل تندع على بيرس وكانت خايفة عليه. فبتقول لها كي ان حبيبها مطرطش وبيعمل تجارب على الناس، وبتقول لها لو مش مصدقاني انا صورت كل حاجه. اتصدمت وقالت لها انت بتقولي ايه؟ انت اللي شكلك مجنونه وهتتعبينا. وبيلاقوا بيرس خارج من الاسانسير، فبتساله حبيبته ايه اللي بيحصل هنا، فبيقول لها لقيت الهانم في البيت عندنا كانت عايشه فيه براحتها ولا كأن البيت بتاعها. كي قالت لها سيبك من الكلام ده دلوقتي، انت بتحبي دكتور مجنون. والمفاجأة بقى يا عزيزي ان حبيبته طلعت مطرطشة زيه وكانت عارفة بكل اللي بيعمله، وبتقول له المشكلة دلوقتي انها صورت كل حاجة فيديو. قال لها مش مشكلة، كده كده مفيش شبكة في القصر ومش هتعرف ترفع حاجة. قالت له انت غلطان، انا صورت كل حاجة عملتها في الصحفي ورفعت الفيديو قبل ما تقفل انت الشبكة. فبيضربها بيرس طلقة مخدرة من اللي بتشل الجسم خالص دي، وبياخدها هي كمان على المختبر. وتاني يوم الصبح بيكون المنيل لاري خلص صيد ورجع، وبيفضل يدور عليها وما بيلاقيهاش. ولما اتصل بيها لقى تليفونها مقفول، فما حطش في باله وعاش حياته عادي جدا خالص. ولما بيدخل القصر بيطلع ازازة وبيشرب منها، واول ما بيطلع على فوق بتطلع جثة حبيبة بيرس من الاسانسير، وكانت هدومها فيها دم. اما لاري بيلاقي سلسلة كي في اوضة النوم، فبيستغرب، وده عشان كي ما بتقلعش السلسلة خالص. ولما بيسمع صوت تحت بينزل عشان يشوفها، بس بيتفاجئ ببيرس وحبيبته، فبيجري بسرعة وبيستخبى، وبيسمعهم وهما بيتكلموا عليها. وبيقول لها بيرس ما تقلقيش، انا متاكد ان مفيش حد هيجي يسال عليها، انت عارفه انا بدور ورا اي ضحيه لينا. وبيطمنها وبياخدها على الحمام عشان الشيطان يطمن هو كمان. وكل ده والمنيل قاعد مستخبي في الحمام وسامع كل حاجه كل حاجه كل حاجه. واول ما بيخرجوا بيتسحب وبياخد السلاح اللي على الترابيزه، وبتتخض جيس لما بتشوفه وبتساله انت مين انت كمان وبتعمل ايه هنا. فبيهددها وبيسالها فين كي، وبيخليها تنزل معاه عافية عليها عشان توريه مكانها، بس بتتذاكى عليه وبتشغل الموسيقى بصوت عالي. فبيتخض وبيبص وراه، وبسرعة بتهجم عليه عشان تاخد منه السلاح، وبيقدر يرشق فيها الخشبة. وبيوصل بيرس وبيتجنن لما بيشوف حبيبته ميتة، بس بيهدده لاري عشان يوريه مكان كي. وبيتصدم لما بياخده على المختبر بتاعه، وبيشوف الصحفي وهو على السرير، وكان شكله يا عزيزي صعب جدا. وبيحاول بيرس يفهمه انه بيعمل حاجة صح، وانه خلى الصحفي يتصاب بالسرطان عشان يقدر يشوف علاج للمرض ده. وبيتجنن لاري وبيسأله عن كي، بس بيقدر بيرس يضحك عليه وبيضربه. اما كي بتفوق وبتلاقي نفسها في اوضه مع واحد معمول عليه التجربه، وبيروح لها بيرس وبيوريها فيديو لاري وهو مربوط، وبيهددها انه هيقتله لو ما اديتهوش التليفون بتاعها. فبتقول له انه في اوضه الضيوف، ولما بيسيبها وبيمشي بتحاول انها تفتح باب الاوضه،
بس للأسف ما بتقدرش، وبتلاقي لاري جاي يجري عليها وبيطمنوا على بعض وبيفتح لها الباب. ولما قالت له تعالى بينا نمشي من هنا قال لها مفيش منه، احنا لو مشينا من هنا مش هيسيبنا في حالنا، ولو بلغنا الشرطة هيقدر يخفي كل حاجة. انت عارفة انه قادر ويعملها، احنا ما ينفعش نمشي من هنا الا لما نخلص عليه ونريح الناس منه ومن قرفه. فبتاخد منه مفتاح الأوض وبتدخل تجيب تليفونها من عند لورا. ولما جت تمشي بيرفع عليها السلاح وبيقول لها ايام سوري، انا جيت لحد هنا عشان انقذك، بس الصراحة بقى انا خلاص غيرت رأيي. وبيطلع يا عزيزي ان بيرس اغرب الفلوس، وبيقول لها انه زهق من الفقر والعيشة اللي هو عايشها. وبتتصدم كي فيه وبتقول له هو احنا اصحابنا وانت ولا؟ قال لها فكك بقى من مصطفى قمر دلوقتي، انا الصراحة اخترت الفلوس. فبيدخل عليهم بيرس وبيقول لها ان الفلوس بتغير النفوس، وبيوريها فيديو لاري وهو بيتفق معاه، وكان بيقول له هات لي منها تليفونها وانا خليك مليونير تاني يوم الصبح. فبتعيط وبتقول له روح يا شيخ ربنا ياخدك انت والمخرج في يوم واحد. وفجأة لورا بتتحرك وراه وبيتخض والسلاح بيقع منه، وكي بتستغل الفرصة وبتهرب. فبياخد بيرس السلاح وبيقتل لاري يلا في داهية. وبتسمع كي صوت الرصاصة وبتعرف ان لاري باي باي كامبوري. فبتقرر انها تستسلم هي كمان، وبتروح له وبتقول له انها هتديه التليفون وفي المقابل يسيبها تمشي ومش عايزه فلوس. وفعلا بتقرب منه وبتديهوله، بس ما بيلاقيش اي صور ولا فيديو للمختبر. وفجأة بيلاقي نفسه بيدوخ، واتاريها كانت حاطه له اللزقه بتاعته على التليفون بتاعها. وبتضحك كي وبتقول له ان امها ماتت اصلا، وبتاخد منه تليفونها وبترميه في الأوضة اللي بيحط فيها الناس عشان يعمل عليها التجارب. وبتسيبه بقى يشرب من نفس الكاس اللي شربه للناس. ولما جت تطلع بتلاقيه وراها، وكان خلاص شكله اتغير خالص، وبتقدر انها تهرب منه بصعوبة. وباب الاسانسير بيتقفل عليه وبيودع اخيرا. وهي بتطلع من القصر المنيل ده على خير، وبتتصل بالشرطة وبتبلغ بكل اللي حصل. وبعد شوية ابوها بيتصل عليها، واخيرا بيقرر انها تسامحه وبترد عليه يا ريتك رديت عليه من قبل ما تخش القصر. وبيخلص الفيلم ده على كده. اللايك يا عزيزي، وما تنساش تقول لي رايك في كومنت. والناس اللي ما بتشتركش عيب قوي بقى يا عزيزي، يا ريت تشترك عشان الكلام ده بيفرق معانا كتير. واشوفكم الفيلم الجاي.